السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النائب أحمد ربحي وضع منشور قبل قليل حوالي ساعات فقط، جاء فيه يستأنف المجلس الشعبي الوطني نشاطه التشريعي من يوم الاثنين 4 نوفمبر 2024 إلى غاية 25 نوفمبر 2024. يتضمن دراسة مشروع القانون المالية لسنة 2025 أولا. ثانيا مشروع قانون متعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها. ثالث مشروع هو مشروع قانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم. يقول أحمد ربحي: سأكون متدخل 24 في المشروع قانون المالية، ويوم الخميس 7 نوفمبر 2024 عندما مساءلة شفهية مع السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. تحية الجزائر المنتصرة دوما. هذا المنشور الأول. المنشور الثاني حطوا حوالي 3 ساعات فقط. قال: نظرا لكثرة الأسئلة حول ملف إلغاء التعاقد في قطاع الوظيفة العمومي كما وعدناكم سابقا، هناك مشروع مادة مقترحة جاهزة ومحينة وفقا للدستور، سنقدمها رفقة الخيرين إخواني النواب المجلس الشعبي الوطني بإذن الله خلال هذا الأسبوع بمناسبة مشروع قانون المالية سنة 2025. ويضيف: ندافع عنها بكل قوة ومصداقية، كل حاجة في وقتها، ربي يجيب الخير، تحية الجزائر المنتصرة دوما. إذن كما شفتوا المنشورات، البرلماني أحمد ربحي راه يدافع عليكم وقال لكم راه كاين مقترحة جاهزة إن شاء الله راح يذكرها في المجلس في النواب، وراه يدافع عليكم بقوة، ويعني مستعد أن يدافع عليكم. انتم ثاني تدعموه، حاولوا تدعموه ودعمونا، خلوا تعليقاتكم، كثروا تعليقات أصحاب التعاقد. إن شاء الله الأمل راه جاي في الأفق، وبداية 25 إن شاء الله تكون بداية خير عليكم، بداية أخبار سارة. فقط فعلوا لنا وديروا لنا اشتراك وخلوا تعليقات كثيرة، خلوا تعليقاتكم وآراءكم حول هذا الموضوع، حول التعاقد وإلى إلغاء التعاقد. احنا نتمنى لكم كل خير إن شاء الله، ورانا واقفين معاكم ونضم صوتنا لصوتكم ولصوت النائب إن شاء الله. وفقط تفاءلوا خيرا وحاولوا يعني ترفعوا صوتكم. نروحوا للمنشور، خليكم المنشور في الصفحة نتاعو، نخليكم في تعليق في الوصف، عفوا نخلي لكم الرابط تاع المنشور، ادخلوا ليه وعلقوا بقوة باش الوزارة تشوفوا المنشور، لأنه الوزارة راح تشوف المنشور يعني وتشوف تعليقاتكم إن شاء الله فيها خير. فقط دعمونا، ربي يحفظكم، وتفاءلوا خيرا تجدوه إن شاء الله. المرة الجاية نجيب لكم أخبار اللي يفرحكم إن شاء الله. مع السلامة، فيديو آخر إن شاء الله.